السلام عليكم، مرحبا متابعيني. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة يا ربي. جمعة مباركة عليكم. طبعا الفيديو أنا مكملته من يوم الجمعة، بس بسبب ضيق الوقت هسه يلا قدرت أنزله لكم. اليوم حابة أسوي لكم تمن برغل أطبخها بتشريب الدجاج مع دجاج مشوي. عندي هنا تمن برغل، هنا عندي هذا نصف كيلو. الكيس الواحد يعني يتكون من نصف كيلو. الاثنين حيكونون كيلو. هو نفس قياس التمن، يعني قلاص مي قلاص تمن برغل، يعني التمن العادي أقصد. هنا عندي قلاص واحد تمن برغل مع قلاص مي، وهكذا لحد ما نخلصها للنصف كيلو، اللي هو صار قلاصين ونص تمن برغل. أنا طبعا أول مرة أجربه، أبد ما مسويته، بس صار كلش طيب، يعني كلش تعجبوا عليه. هذا القلاص الأول، وعندي هذا القلاص الثاني. الغسل مالته والتنقيع والملح كله نفس التمن العادي. أنا دائما مسويته بالقناة مالتي التمن العادي. هنا غسلته زين من الشوائب والأتربة والنشا مالته. خليت له هنا، ضفت له قلاصين مي وأتركه ينقع. هنا ضفت له الملح مالته، أضيفه كله سوا. وهسه أروح وياكم أطبخ الدجاج، أسوي تشريب دجاج على جهة. أنا الدجاج غاسلته هنا ومقطعته كامل، ما أخلي أي زيت. راح أضيف له هنا قطع البصل مثرم مكعبات، وراح أضيف له هنا البهارات الصحيحة اللي هي ورق الغار وقرفة وهيل ونوم بصرة. أخلطهم كلش زين، وأخلي المواد كلها تتكرمل عندي وتنحمس. أنا أحب دائما أحمس الدجاج، يعني قبل ما أضيف له المي. وهسه راح أضيف له الملح. هنا عندي رشة ملح. أنا الملح ما أكثر بالبداية، بعدين أذوق الطعم يلا أشوف تحتاج أو لا. ومن بعدها أضيف له الكركم أصفر، وأضيف له شوية بهارات دجاج، وأغطيها تنحمس المواد. هنا ورا شوية فتحته انحمست عندي المواد، راح أقلبها هنايا. شفتها محموسة زين. راح أضيف لها المي. أضيف كمية كافية من المي بحيث تكفيني إنه أطبخ بيها التمن، ويزود عندي قليل أقدمها بالغداء. وهنا راح أغطيها بين ما يستوي عندي الدجاج. راح أروح أسوي وياكم زلاطة. حضرت المواد وثرمتها، وبعدين رجعت للتشريب مالتي. هنا صفيت الدجاج، أخذته طلعته من التشريب وشويته بالفرن، وفرغت جزء من المي مال اللي منقعته بالبرغل، يعني تمن برغل، وضفت له مكانه نفس الكمية ضفت للتمن التشريب الدجاج، وبعدين رحت طبخته. هنا ضفت زيت كمية يعني متوسطة، لا قليلة ولا هواية، وضفت له التمن اللي هو خالطته ويا تشريب الدجاج. هنا ضفت له شوية فلفل أسود، وضفت له بهارات برياني شوية على مود النكهة، يعني ما كثرت حتى ما يطغي بالأكل بالتمن. ونشف عندي. من بعد ما نشف هنا وقلبته،
هنا قلبته وتهدر، واروح وياكم نحضر الطبق مالتنا. كملت الطبق هنا حضرته. هنا الدجاج شويته بالفرن صار لونه ذهبي كلش حلو. واكيد ما ننسى التشريب، قدم يعني شويه، ونايا الروبه لبن يعني، وزلاطه اكيد ما ننساها. وهذا طبقنا كان كلش طيب، طبعا كلش حبوه وصحي ومفيد لأهل الدايت اسم الله عليكم أهل الضغط والسكر. كلش يعني خفيف ومادة مشبعة، كلش طيب. أنا كلش أحبه، بس دائما أكله بالمطاعم، إنه ما مجربة أسويه بإيدي. يعني بالبيت يسووا أو هاي، بس ما مجربة أسويه بإيدي. بس صراحة كلش حبيته، وإن شاء الله دائما أسويه. وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى استفاديتوا من الفيديو مالتي واستمتعتوا وياي ولو بشي بسيط. أتمنى منكم دائما تدعمون قناتي وتشاركوها ويا الأهل والأصدقاء. وشكرا لكم، وانتظرونا فيديو قادم إن شاء الله. شكرا لكم، مع الف سلامة.